أهل المريخ وأهل الزهرة كل واحد فيهم كان عايش مبسوط في الكوكب بتاعه، لحد ما في حاجة معينة حصلت خلتهم مش راضيين ومكتئبين في عالمهم. الحاجة دي خلتهم حاسين إن كل طرف فيهم محتاج التاني. لو فهمنا إيه هي الحاجة دي، هنعرف إيه اللي بيحفز كل طرف ناحية الطرف التاني، وإزاي نحسن علاقتنا ونخلي علاقتنا بشكل أحسن. ده اللي هنعرفه في الفيديو معانا النهاردة، تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة شرحولوجي، القناة اللي هنفهم بيها الأفكار بشكل مختلف. في الأول خلينا نفهم إيه هي فكرة التحفيز، يعني إيه تحفيز أصلا؟ الحقيقة إن كل طرف في العلاقة المفروض إن هو بيدي الطرف التاني حاجة معينة، والطرف التاني بيديله حاجة قصادها. ففي حاجة بقى المفروض بتحمس الطرف دوت إن هو يدي للطرف التاني، في حاجة بتشجعه، في حاجة بتخلي إن في شغف في العلاقة. طيب إيه فكرة الشغف دي عند الرجالة والستات؟ في الحقيقة إن الراجل بيحس بالتحفيز لما يحس إن الطرف التاني محتاجه، وطول ما الطرف التاني محتاجه وهو حاسس بده بيبدأ يديله أكتر، ويبدأ يكون عنده عطاء أكتر. وفي أي وقت لو حس إن الطرف التاني مش محتاجه أو بدأ يستغنى عنه أو بدأ يصده، بيبدأ يبقى سلبي وبيبدأ يدي للطرف التاني أي حاجة. في الجنب التاني الستات بيحسوا بالحماس دوت أو بالتحفيز دوت لما يكونوا حاسين بالاهتمام، وحاسين إن هم معززات، وحاسين إن هم متقدرين. وطول ما في تقدير طول ما هيبدأوا يدوا أكتر. طب لو بطل يبقى فيه تقدير وبطل يبقى فيه اهتمام، هيحسوا ان هم بيشقوا وبيتعبوا باهتمامهم، وهيبداوا يبطلوا يدوا اهتمام، وهيبداوا يبقوا سلبيين برضو من العلاقة، ويبداوا يبعدوا عن العلاقة. واللي بيحصل في الحقيقة لما الراجل بيحب بيبقى نفس اللي حصل لأهل المريخ زمان. أهل المريخ كانوا بدأوا كل واحد فيهم يخش في الكهف بتاعه، وبدأ كل واحد فيهم يكتئب ويكون لوحده، لغاية ما شافوا الزهريات وبدأوا يحسوا ان هم عايزين يروحوا لهم. والأول مرة الراجل يبدأ يحس ان هو عايز يخرج من الكهف بتاعه، وعايز ان هو يفكر في الطرف التاني، وعايز ان الطرف التاني يكسب. ودي عكس طبيعة اهل المريخ. اهل المريخ بالنسبة لهم عايزين ان هم وين لوز سيتويشن، انا بالنسبة لي المهم ان انا اكسب، وطول ما انا بكسب انا مش مهتم الطرف التاني دوت يكسب او يخسر. زي فكرة الرياضات، زي التنس، زي الكورة، زي اي رياضة الرجالة بتلعبها. هو المهم ان هو يكسب، ومش مهم الطرف التاني يكسب او يخسر. لكن بعد ما شافوا الزهريات فلسفة اهل المريخ كلها اتغيرت. بقت فلسفتهم انهم عايزين الطرف التاني دوت هو اللي يكسب، ومش مهم هم يكسبوا او لا. فالمهم عندهم ان هم يدوا الطرف التاني، وبيحسوا ان هم مبسوطين وراضيين عن نفسهم لما يدوا الطرف التاني. في الحقيقة ان الاختلاف الشديد بين اهل الزهرة واهل المريخ هي اكتر حاجة شدت اهل المريخ ليهم. فكرة نعومتهم ورقتهم وجمالهم هي اكتر حاجة شدت لهم اهل المريخ، لان صفاتهم عكس كل صفات اهل المريخ، كأنهم بيكملوا بعض. وفي الحقيقة ان الستات بتقدر ان هي تبين قد ايه هم محتاجين الرجال. ممكن الستات او الزهريات تبين كده بنظرة او بكلمة او مجرد احساس. بس المشكلة إن الحاجات دي بتكون في بداية العلاقة. لما العلاقة بتتطور شوية بينهم، بتبدأ الستات أو الزهريات تنسى إن هي محتاجة تبين كده لأهل المريخ، تنسى إن هي محتاجة تبين ضعفها، وإن هي محتاجاه، وإن هي عايزة منه إن هو يديها عطاء أكتر ويديها اهتمام أكتر. فالراجل لما بيلاقي إن الست بطلت تبين إحساسها ده، بيحس كأنها بطلت تحتاجه، فبالتالي بيبدأ يقلل العطاء بتاعه. في الحقيقة إن الراجل ممكن يكون هو في صغره بيحس بانبساط بإن هو يسعد نفسه، لكن مع السن ومع النضج بيبدأ الإحساس ده ما يكونش كفاية. الراجل ما بيلاقيش سعادته بإنه يسعد نفسه، بيلاقيش سعادته غير لما بيسعد حد تاني. ولو الستات فهمت التركاية دي وقدرت تبان للرجالة إن هما مبسوطين لما الرجالة بتعمل لهم حاجة حتى لو على الحاجات الصغيرة، هيبدأ الرجالة يتحفزوا إن هما يدوا الستات أكتر ويهتموا بيهم أكتر. فمهم إن الست تبين إن هي محتاجة الراجل. على الطرف التاني بقى الزهريات محتاجين يحسوا بالعطاء والدعم، ومهم جدا بالنسبة ليهم ان هم يحسوا بالرعاية والحنية والصدق، وانها ما تحسش ان هي وحيدة. سبحان الله، الفطرة بتاعت الست دي بيخلي يبقى في تكامل بينها وبين الراجل. المشكلة بقى لما الراجل يبطل يدي الرعاية والدعم بسبب مثلا خلفيته ان هم في اهل المريخ. لما بيكون حد متضايق بيكون الافضل ان احنا نسيب الراجل في الكهف بتاعه، ده اللي اتكلمنا عليه في الفصول اللي فاتت. لكن لا، الراجل لازم يفهم ان الستات او الزهريات التعامل معاهم مختلف، وتفكيرهم مختلف تماما عن تفكير الرجال. الست لازم تحس بالدعم وبالاهتمام، وتحس ان هي مرغوبة، وتحس ان هي بتستحق الحب ده. فالستات حتى على كوكب الزهرة كان تعاملهم مع المبدأ دوت عكس تعامل الرجالة في كوكب المريخ. ان الزهريات بالنسبة لهم المهم اصلا ان الطرف التاني اللي يكسب، ومش مهم ان هم يكسبوا. فتلاقي حتى في قعدات الستات وتجمع الزهريات كل واحدة فيهم بتبين اهتمامها للتانية، وكل واحدة فيهم عايزة تدي التانية. في الحقيقة ان برضو الستات ممكن في صغرهم يبقى الاحساس ده كفاية بالنسبة لهم يحسوا بالسعادة ويحسوا ان هم راضيين، لكن مع السن ومع النضج يبدأ يحسوا لا، انا كمان محتاج اهتمام، انا كمان محتاجة حد يديني دعم، ومحتاجة حد يديني اهتمام. ما ينفعش افضل ادي على طول. الست بتبدأ تتحرق،
وهنا بنقدر نوصل للنقطة المشتركة التكاملية بين الاتنين، الراجل والست، ان الراجل محتاج يتعلم ازاي يدي، والست محتاجة تتعلم ازاي تاخد من الراجل وتستقبل منه الاهتمام. وده اللي الكاتب بيدينا نصايح ليه في شكل 3 نصايح: نصيحة مشتركة بين الطرفين، ونصيحة للرجالة، ونصيحة للستات. لو قدرنا نسمع وقدرنا نطبق كل نصيحة من النصايح دي، هنقدر نحقق تكامل، ويبقى العلاقة بيننا متكاملة، ويبقى فيه توافق بين الراجل والست. أول نصيحة وهي النصيحة المشتركة، إننا نبطل نلوم بعض. فالست اللي بتدي كتير في العلاقة ومش بتلاقي مردود كافي من الراجل، تبطل تلومه على ده، وتفهم إن دي طبيعة أهل المريخ، وإن هو حاسس إن هو مش محتاج يدي أصلا، وحاسس إن هو المفروض يسيبك في حالك زي ما أنت المفروض تسيبيه في حاله. والمفروض عشان تعدي الموضوع ده إنك تبدأي تقدري مجهوداته، حتى المجهودات البسيطة، عشان يتحفز ويبدأ يديكي أكتر، وإن دي طبيعة أهل المريخ. والجانب التاني، الراجل اللي مش بيدي الحب والرعاية للست، يبطل يلومها لما يلاقيها سلبية ومش متجاوبة معاه، ويفهم إن دي برضه طبيعة الزهريات، وإن هما محتاجين دعم واهتمام بشكل مستمر عشان يفضلوا يدوا في العلاقة. النصيحة التانية بالنسبة للستات، لازم تتعلمي إزاي تتلقي وتستقبلي الاهتمام والحب من الراجل. أنا فاهم إن الموضوع أوقات بيكون حساس شوية عند الستات، إنهم يحسوا إن هما ما يستحقوش الحب ده، ويحسوا إن الراجل ممكن يذلهم، أو يبقى فيه نوعا ما ماسك إيديهم لما يديهم الحب والرعاية. حتى إن بعض الستات تبدأ ترفض الحب ده من الأساس، وبالذات لو كانت هي اتعرضت صورة لسوء معاملة، أو إن هي كانت بتدي وبتتقابل بشكل وحش، فتبدأ تحس بخوف من شعور الاحتياج للآخرين أصلا، وتبدأ ترفض حتى دعم الراجل ليها. وعلى الجانب التاني، الراجل لما بيحس كده بيشوف إن هي مش واثقة فيه، مش واثقة فيه إن هو يقدر يشبع حاجتها، مش واثقة فيه إن هو يقدر يعمل الحاجة اللي مطلوبة منه، فيقل تحفيز الراجل إن هو يدي الحب والاهتمام للست، ويحس بالرفض، فيبدأ يبطل يدي حب أكتر، لأن دي طريقة أهل المريخ ودي طبيعتهم زي ما اتفقنا. يمكن في الوقت ده الست تفتكر إن عشان هي محتاجاه هو بدأ يبعد، لكن بالعكس خالص، انت عشان مش قادرة تبيني له احتياجك ده، مش قادرة تطلبي منه الدعم، هو بيبدأ يبعد، لأن هو بيحس بعدم ثقة، وبيحس إنك مش محتاجاه. طب إيه الحل؟ الحقيقة إن الزهريات على مدار قرون على كوكب الزهرة اتعودوا إن هم يدوا بس، اتعودوا إن هم يفضلوا يدوا بعض، ومع الوقت بدأ يشوفوا إن هم محتاجين هم كمان حد يديهم الاهتمام والحب، لكن هم مبيكونوش متعودين على كده. فلما بيبدأ يظهر أهل المريخ، لازم تبطلي تحرقي نفسك، وتبطلي تدي بشكل مبالغ فيه، لأن الراجل بيتعامل مع ده بالعكس، إن هو بيبدأ يقلل إن هو يديك الاهتمام، وده مش نقص حب من الراجل، لكن هي دي طبيعته. فمهم إنك تبيني للراجل إنك محتاجة ليه، وإنك محتاجة الدعم والاهتمام، حتى من غير أصلا ما تبيني. هو الراجل بيكون محفز بالفعل إن هو يديكي الاهتمام، لأن هو التحفيز بالنسبة له إن أنت تكوني مبسوطة. بس أنت أهم حاجة إنك تقدري دعم الراجل، وتقدري اهتمام الراجل ليكي، وما ترفضهوش عشان تحفزيه ان هو يديكي اكتر، ويديكي اهتمام اكتر، ويديكي حب اكتر. النصيحة الثالثة والأخيرة هي للرجالة: اتعلم ازاي تدي اهتمام وحب. أعظم مخاوف الراجل إنه يتشاف إن هو مش كفاية، أو مش كفء إن هو يعمل حاجة معينة، فعشان كده بيركز إن هو يزود كفاءته ويزود قوته. وعشان كده الرجالة بتحب النجاح والإنجاز والفاعلية أكتر حاجة، زي ما اتكلمنا في الفصل الأولاني. وزي ما الست ساعات بتخاف إن هي تاخد الحب، أوقات الراجل برضه بيخاف إن هو يدي اهتمام وحب في العلاقة. طب ليه الراجل ممكن يخاف من حاجة زي كده؟ الحقيقة إن هو بيخاف لما يدي اهتمام ويبذل مجهود ويحاول يدي للطرف التاني، إن هو يفشل في الحاجة دي، أو ما يكونش قدها، أو ما يعملهاش بالشكل الكافي. فلما يلاقي إن الست زي ما نقول كده منتعضة، متضايقة، مش مرتاحة، هو بيحس إن هو مش كفاية، بيحس إن هو ما قدرش يعمل الحاجة دي. ممكن دي تكون مشكلة برضه من طفولته، إن هو كان لما بيعمل إنجاز في طفولته بيتقابل بعدم اهتمام. زي مثلا الولد اللي جاب درجة كويسة في الامتحان، فلما راح يعرضها على والده، والده قابله بعدم اهتمام، اللي هو عادي، او حتى بدأ ينهاه على كده، اللي هو دي درجة مش حلوة، المفروض تجيب احسن والكلام ده. فدي اكتر حاجة بتضايق الرجالة. المثير للسخرية بقى ان الراجل لما بيدي اكتر في العلاقة ويكون مهتم اكتر في العلاقة، بيخاف اكتر من الفشل. فايه اللي بيحصل؟ بيبدأ يقلل اهتمامه في العلاقة. والمشكلة إن الحاجة دي بتحصل مع أكتر ناس هو بيحبهم، وأكتر واحد هو بيحس بانبساط لما هم يكونوا مبسوطين، بس بسبب خوفه من الفشل بيبدأ يقلل اهتمامه ويبدأ يبعد أكتر. وعشان كده قلنا مهم جدا إن الستات تقدر الرجالة حتى إنجازاتهم البسيطة، عشان الراجل يفضل يدي في العلاقة. طب إيه الحل لحاجة زي كده؟ الحل إن الرجالة تفهم إن مفيش مشكلة من ارتكاب الأخطاء، إن إحنا كلنا بنغلط، وإنك مش المفروض تكون كامل، وإنك مش هتنجح في كل حاجة، غصب عنك لازم تقع في حاجات. طيب الخلاصة بقى بعد كل الكلام ده، بعد ما فهمنا طرق تفكيرنا وازاي نتعامل معاها، لازم كل طرف فينا يساعد الطرف التاني ان هو يحل مشاكله دي،
وان هو يتخطى المرحله دي. زي ما قلنا ان الست تقدر للراجل انجازاته حتى البسيطه وتقدر اهتمامه ليها، فيبدا الراجل يديها الحب والاهتمام بامان، ويكون هو حاسس بالرضا عن اللي هو بيعمله. والراجل يدي الست الحب والرعايه اللي هي محتاجاهم بدون مقابل ومن غير حتى هي ما تطلب. وهي دي فكره الاهتمام ما بيطلبش اللي مش قادرين يوصلوها لنا الستات، وكل شويه بينزلوها في بوستات وميمز واحنا مش فاهمين هم عايزين ايه ويعني ايه الاهتمام ما بيطلبش. هي دي فكره الاهتمام، انك تدي للست اهتمام من غير ما هي تطلبه، لان زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو دي طريقه تفكير الزهريات وما ينفعش نعدل على طريقه تفكيرهم. طيب احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. وزي ما شفتوا احنا فصل في التاني الافكار بتبدا تترتب في دماغنا، وكل فصل بيفهمنا حاجات جديده والموضوع بيكون اكتر متعه وبنبدا نتبسط اكتر في الحلقه. فتابعونا ان شاء الله الحلقات الجايه تعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا.